الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأبشر يا من صمت رمضان، أبشر يا من قمت رمضان، أبشر يا من تقربت إلى الله عز وجل بالخيرات والطاعات في رمضان. أبشر في هذا اليوم المبارك، فاستعد بعفو الله ورحمة الله ومغفرة الله. قالت يا عبد الله قالت يا عبد الله بفضل الله عز وجل عليك رب العزة والجلال أتم عليك النعمة. وفقك الله سبحانه وتعالى لإتمام العدة، أكملت العدة، صمت وقمت لله تبارك وتعالى. فهنيئا لك يا عبد الله، افرح بفطرك، افرح بإتمام صومك، أديت فرض الله، صمت شهر الله. فالصائم يفرح هذا اليوم عند فطره، وهذا الفرح جزء من فرحتنا الكبرى أيها الأحباب الكرام. أن جعلنا الله عز وجل خير الأمم، جعلنا الله تبارك وتعالى مسلمين، أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم، أكرمنا الله عز وجل بالإيمان وطريقه المستقيم، طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف لا تفرح يا من أكرمك الله عز وجل بأعظم الكلمة بلا إله إلا الله، أعظم كلمة وأفضل كلمة قالها مسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الذكر وأفضل الدعاء لا إله إلا الله، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حلت له شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من قال لا إله إلا الله ابتغى بها وجه الله صادقا من قلبه حرم الله عز وجل وجهه على النار. افرح يا عبد الله أن جعلك الله عز وجل ممن أحب واتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم النعم ومن أعظم الكرامات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنت من أتباع المصطفى، أنت من أحباب المصطفى، أنت من أمة المصطفى. فأعظم فرحة يا عبد الله، من أعظم الفرحات أن تفرح وتفتخر بانتسابك لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم، هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، للجن والإنس، للأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للرجال والنساء. هو قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هو صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا سب امرأة ولا أهان امرأة صلى الله عليه وسلم. أرحم الناس بالعيال والأطفال، كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدخل صلاته وفي نيته إطالتها وفي نيته أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته رحمة بالصبي وبأمه. هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نفخر بالانتساب إليه. سيد ولد آدم، أكرم الناس خلقا وخلقا، خلقه عظيم مع أهل بيته، مع جيرانه صلى الله عليه وسلم. يسمع بجار من جيرانه اليهود مريض ويقوم صلى الله عليه وسلم ويزوره ويكرم الله عز وجل هذا الجار بلا إله إلا الله باعتناق الإسلام. فيخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فرحا ويقول: الحمد لله الذي اعتقه أو أنقذه من النار. هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمته تعدت، انتقلت وتعدت الإنسان إلى الحيوان. كان رحيما بالحيوان صلى الله عليه وسلم. يرى صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب
حاجته فرأينا حمرا لها فرخان فأخذنا فرخيها فجعلت تضرب بجناحيها فوق رؤوسنا فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من فجع هذه في ولديها ردوا إليها ولديها فانظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالطير انظروا إلى رحمته بالحيوان صلى الله عليه وسلم فكيف بهذا الإنسان الذي وحد رب الديان صلى الله عليه وسلم لا تفجع أحدا لا تنغص حياة أحد لا تقلق أحدا لا تفزع أحدا هذه الرحمة التي جاء بها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالبر ونهانا عن العقوق أمرنا صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام ونهانا عن القطيعة هو القائل صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله وأجله فليصل رحمه دعانا صلى الله عليه وسلم لحفظ العهود ونهانا عن الغدر وبين أن الغدر من صفات أهل النفاق يقول رب العزة والجلال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم دعا إلى الخلق العظيم دعا إلى مكارم الأخلاق بعثه الله رحمة للعالمين فلنفرح ولنفخر عباد الله أن جعلنا الله عز وجل من أتباعه وأن جعلنا الله تبارك وتعالى من أمته دعانا صلى الله عليه وسلم لطهارة الباطن والظاهر فأمر المسلم أن يعتني بظاهره بطهارة ملبسه بطهارة جسمه بطهارة مسكنه بطهارة الأماكن العامة يا أخي الكريم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويقول صلى الله عليه وسلم وإماطة الأذى عن الطريق صدقة جمالية هذا الدين جمالية هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي دعا إليه الكريم وحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنتزين الأحباب الكرام فلنتزين بجمالية ديننا ولنكن صورة